الباب الثالث، الجزء الأول من كتاب لا بطعم الفلامنكو لدكتور محمد طه. الطريق إلى نفسك. السؤال الملح واللي بيتكرر دايما من كتير من القراء والمتابعين هو: هنعمل إيه؟ أدينا عرفنا إن في مشكلة، الحل إيه بقى؟ انت سلطت الضوء على العقد والكلاكيع، قول لنا نحل ده كله إزاي؟ في الحقيقة أنا مش من أنصار مدرسة تقديم الحلول الجاهزة للمشكلات وإيجاد الإجابات النموذجية للأسئلة. كل حالة وليها ملابستها، كل شخص وليه ظروفه، وأحيانا كتيرة جدا أنت ممكن تلاقي حل للي أنت فيه أفضل 1000 مرة من أي توجيه من عندي، وتكتشف إجابة لكل أسئلتك أبدع جدا من كل إجاباتي النابعة من خبرتي الشخصية مهما اتسعت. إحنا اتربينا على الاعتمادية، من أول الاعتماد على الأب والأم حتى سن 30 و40 سنة، لغاية الاعتماد على الحكومة في توفير فرصة عمل، من أول فتاوى دخول الخلاء إلى فتاوى الزواج والطلاق، من أول الإبرة وحتى الصاروخ. إحنا محتاجين نفكر، محتاجين نقرأ ونبحث، محتاجين نجتهد ونوصل، من غير ما ندور طول الوقت على وصي أو حد نعتمد عليه، حد يفكر بالنيابة عننا ويبحث لنا ويجتهد في سبيلنا ويقرر هو ويختار هو ويتحمل المسؤولية هو، وإحنا ناخد البضاعة على الجاهز ونستهلكها كما هي. علشان كده أنا بقدم توصيفات دقيقة قدر المستطاع، لكني مش بقدم حلول. انت وظروفك واجتهادك، انا بفتح عينيك بالجرعة المناسبة والتوقيت المناسب، وانت واختيارك وقرارك. بفهمك نفسك وغيرك وعلاقاتك، وانت وحياتك ومسؤوليتك عنها. لكن ومع كل ده، أنا قررت في هذا الكتاب إني أقدم لك خطوط عامة وخارطة طريق تشاور لك من بعيد على بعض المعالم وتوضح لك أكتر بعض الإشارات اللي ممكن تساعدك في الوصول لحل من داخلك والعثور على إجابة خاصة بيك واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة. خارطة الطريق دي هتستعرض لك قصة حياتك من يوم ما اتولدت لغاية النهاردة، هتوريك احتياجاتك، هتكشف لك مخاوفك، هتعرفك حقوقك، وهتساعدك في قراراتك كده بنفس الترتيب. هتوريك كنت محتاج ايه، امتى، والاحتياج ده وداك فين وعمل فيك ايه. هتكشف لك المخاوف اللي ارتبطت جواك بانك تعوز وتطلب احتياجاتك البسيطة في علاقات حياتك. هتعرفك حقوقك اللي انت تخليت عنها علشان ترضي حد او تحافظ على حد او تتجنب هجر حد. وهتساعدك في اتخاذ قرار واضح وصريح بإنك تكمل أو توقف أو تاخد هدنة للراحة أو للمراجعة. الخريطة دي اسمها نموذج الخطوات الأربعة 4-step model: الاحتياج، العوزان، الحق، القرار. ودي طريقة علمية حديثة لفهم صعوبات النفس البشرية ومساعدتها على النضج والنمو النفسي، مش بس العلاج. طريقة مصرية أصيلة تم ابتكارها في قسم الطب النفسي بكلية الطب جامعة المنيا ابتداء من سنة 2000 على يد الأستاذ الدكتور رفعت محفوظ أستاذ الطب النفسي، الذي تدرب وتعلم في القاهرة على يد أستاذه العالم الجليل دكتور يحيى الرخاوي. دكتور رفعت ربى وعلم وقدر يكون فريق عمل كبير من الأطباء والباحثين اللي شغالين معاه لغاية النهاردة في تطوير وتدريس ونشر هذا النموذج داخل وخارج مصر. وأتشرف جدا بكوني أحد أفراد هذا الفريق المخلص المجتهد، وأن رسالة الماجستير الخاصة بي عام 2004 ميلادية وتحت إشراف أستاذي الغالي أستاذ دكتور رفعت محفوظ كانت النواة الأولى لصياغة هذا النموذج العلاجي الفريد. الطريقة دي اتعمل عليها أكتر من 30 رسالة ماجستير ودكتوراه لغاية النهاردة، واتنشر عنها أبحاث وكتب وفصول كتب داخل مصر وخارج مصر، وتم تقديمها وعمل ورش عمل عليها في أمريكا وإنجلترا وألمانيا والسويد وإسبانيا وإيطاليا واليونان وكرواتيا وغيرها. وبيتعمل عليها حاليا برامج علاجية وتدريبية وإشرافية تابعة للجمعية المصرية للعلاج النفسي الجمعي. في الخريطة دي هنبدأ من الصفر وهنمشي خطوة خطوة، من أول أنا موجود وحتى أنا قررت. هوريك أمثلة وهعلمك تمارين وهدربك عليها لغاية ما نوصل مع بعض لآخر الطريق. تعال نبدأ، والله المستعان. أنا موجود. أقول لك حاجة عمرك ما فكرت فيها؟
بس ما تتخضش. هو انت ازاي عرفت انك موجود؟ يعني امتى اول مرة شفت فيها نفسك؟ مش في المراية، في الحقيقة. طيب تعالى نرجع لورا شوية. اول ما اتولدت، اول ما اي طفل بيتولد بيشوف نفسه ازاي؟ يعني بيعرف ازاي انه موجود؟ هو بيشوف وشوش ناس لكن مش بيشوف وشه. بيشوف جسم أمه وهي بترضعه، بيشوف إيديها، بيشوف عينيها، لكنه مش بيشوف عينيه. بيشوف خدودها وأنفها وشفايفها، لكنه مش بيشوف خدوده وأنفه وشفايفه. بيشوف ضحكتها، لكنه مش بيشوف ضحكته. أمال بيعرف هو مين إزاي؟ بيعرف ملامحه منين؟ بيعرف إزاي إن إيديه اللي هو باصص ليها دي تبعه هو مش تبع أمه؟ بيعرف إزاي إن رجليه اللي بتتحرك دي تخصه هو ما تخصش أبوه؟ بيعرف إزاي حدود وجوده؟ بيعرف إزاي إنه موجود أصلاً؟ وبيعرف منين إن وجوده ليه قيمة وأهمية وبيعمل فرق؟ هنكتشف الإجابة دلوقتي. أول ما تتولد نفسك بتكون عبارة عن مجموعة من الوظائف النفسية غير المترابطة، يعني حتة تحس، حتة تستقبل، وحتة تفكر بشكل بدائي جدا. بيبقى جوانا بذور نفسية منثورة على مسافات متباعدة، جزر نفسية منعزلة مفيش أي علاقة أو ترابط بينها. وبيكون جزء مهم من نمونا ونضجنا النفسي هو إن الجزر دي تقرب من بعض وتتجمع وتبقى حاجة واحدة اسمها نفس مترابطة، cohesive self، زي ما وصفها عالم النفس النمساوي الشهير هاينز كوهت. بس علشان ده يحصل وتقرب الجزر النفسية دي من بعضها بنبقى محتاجين 3 حاجات. ال3 حاجات دول بيكملوا الأجزاء اللي ناقصة داخلنا وبيعملوا منها حاجة واحدة تنطلق وتشق طريقها للحياة. ال3 احتياجات دول هم أهم 3 احتياجات نفسية على الإطلاق، وبيسبقوا كل ما عداهم من احتياجات أخرى، ومن غيرهم بيكون تكويننا النفسي ناقص ومشوه ومليان ثقوب نفسية عميقة. الاحتياج الأول اسمه الاحتياج للشوفان، mirroring need. احتياج ان حد يوصلك انك متشاف ومتقدر، حد يسقفلك ويقولك برافو، حد تشوف في عينيه ضحكة وفرحة وفخر بيك، حد يبقى بالنسبة لك زي مراية سندريلا توريك جمالك وتظهر لك محاسنك. الاحتياج التاني اسمه الاحتياج للتقديس أو التمجيد، idealizing need. يعني تحتاج انك تشوف حد على انه انسان كامل، مثالي، اسطوري، يعرف كل حاجة، يقدر يعمل اي حاجة، مفيش شيء يقف قصاده ومفيش معضلة تتحداه. اما الاحتياج الثالث فهو الاحتياج للتوأمة، twinship need. يعني تحتاج حد يكون صاحب، رفيق، تحس انه زيك وشبهك، في منك وفيك منه، تتونس بيه، تحب معيته، تنتمي انت وهو لحاجة واحدة. الاحتياج للشوفان هو اللي بيخلي البنت الصغيرة تلبس الفستان الجديد وتروح لمامتها وتقول لها بصي عليا، شوفيني، أنا حلوة. هو اللي بيخلي الولد يقف قدام المراية ويستعرض عضلاته. هو اللي بيخلي الأطفال يعملوا أي حاجة علشان أهلهم يعجبوا بيهم ويسقفوا لهم، من أول سمعان الكلام أحيانا لغاية نتيجة المدرسة والدرجات. والاحتياج للتقديس أو التمجيد هو اللي بيخلي الأطفال يدوروا طول الوقت على بطل قوي خارق ما حصلش، هو اللي ورا الهوس الرهيب بسوبرمان، سبايدرمان وباتمان وكات وومن، بشر فوق مستوى البشر، عندهم قدرات خاصة جدا، لا يقهرون، لا يغلبون، وأحيانا لا يموتون. أما الاحتياج للتوأمة فهو اللي بيخلي الولد يقف جنب أبوه في أثناء حلاقة دقنه ويعمل زيه، والبنت تقلد أمها في اللبس والمشي والطبخ ولعب دور الأم مع عروستها الصغيرة. طبعا أول حد في حياتنا بيشبع الاحتياجات دي عندنا هما الأم والأب أو من يقوم بدورهم. الطفل لما يشوف في عينين أمه وأبوه وكلامهم وأفعالهم فرحة وفخر وتشجيع وتقدير، ده يشبع عنده الاحتياج للشوفان، فيحس إنه موجود وإنه وجوده متقدر ومرحب بيه. ولما يلاقي أمه بتفهمه من غير ما يتكلم وتلبي احتياجاته بشكل كافي، ويلاقي أبوه بيجيب له اللي هو عايزه لغاية عنده ويتدخل عند اللزوم علشان يساعده أو يحميه من الخطر والضعف والمرض، ده يشبع عنده الاحتياج للتقديس، فيحس بالأمان وبالحماية والسند ويطمن إن في حد كبير في ظهره.
ولما الأب والأم يلعبوا مع أولادهم كأنهم صغروا في السن زيهم، وتبدأ البنت تحس إنها بتنتمي لعالم النساء زي أمها، ويحس الولد إنه بينتمي لعالم الرجال زي أبوه، ده يشبع عندهم الاحتياج للتوأمة، فيحسوا إنهم مش لوحدهم وإن في حد شبههم وجنبهم ومعاهم. إشباع كل احتياج من دول بيملى ثقب نفسي داخلنا، وبيروي بذرة من بذور أنفسنا العطشة، وبيقرب المسافات بين جذورنا المعزولة، وبيساهم في تشييد بنائنا النفسي وتكوين صورتنا الذاتية وصقل شخصيتنا الوليدة، وبيكون هو حجر الأساس في شعورنا بالثقة والاستحقاق. الثلاث حاجات دول هم اللي بيوصلوك لأنا أستاهل أكون موجود، وجودي متشاف ومتقدر ومتطمن ومتونس. طيب، هل الاحتياجات الأساسية دي موجودة عند الأطفال بس؟ لا، الاحتياجات دي موجودة عندنا كلنا من أول ما نتولد لغاية ما نموت، بس بتكون في صورة طفولية وإحنا صغيرين، وفي صورة ناضجة وإحنا كبار. يعني اللي بيخليك تستنى اللايك والكومنت والشير لبوستاتك على فيسبوك هو الاحتياج للشوفان، واللي بيخليكي تلبسي وتتأنقي وتهتمي بجمال مظهرك هو برضو الاحتياج للشوفان. اللي بيخليك تشوف حبيبتك على إنها ملاك نازل من السماء هو الاحتياج للتقديس، واللي بيخليك تبجل أستاذك ومديرك وشيخك وتاخده قدوة ومثل أعلى هو أيضا الاحتياج للتقديس. أما اللي بيخليك تدور على أصحاب وتحب تتجمع في شلة وتنتمي لأسرة أو مجموعة هو الاحتياج للتوأمة. الثلاث احتياجات دول هما الوقود النفسي اللي بيساعدنا في سلك طرق الحياة الوعرة، هما الطاقة اللي بنشحن بيها نفسنا كل شوية عشان ما ننطفيش وما نبعدش، هما محركات النفس ودعامات الروح. انت بتحس بوجودك لما تحس انك متشاف بعيون اللي حواليك، وبتحس ان ليك أهمية لما تطمن بوجود حد أكبر معاك، وبتعرف انك عامل فرق لما تلاقي جنبك حد بيونسك. طبعا ممكن يكون حواليك ناس كتير بيشبعوا عندك الثلاث احتياجات دول، ودي حاجة كويسة جدا. يعني والدك ووالدتك، اخواتك ومعلمينك، أبطالك الخياليين، زمايلك وأصحابك. لكن من كرم ربنا ونعمه إنه ممكن واحد بس يقوم وبكل بساطة بإشباع الثلاث احتياجات عندك في الوقت نفسه، في الحدود المعقولة ودون اختلاط في الأدوار طبعا. يعني أبوك يبقى مرايتك وقدوتك وصاحبك في الوقت نفسه، والدتك تبقى عينيكي ومثلك الأعلى وصديقتك في الوقت نفسه، أستاذك يبقى قدوتك وصاحبك وزي أبوك، صاحبتك تبقى مرايتك وونسك، طبيبك النفسي يبقى مرشدك ورفيقك وزي أبوك برضو. ومحمد صلاح، إيه ده؟ ماله محمد صلاح؟ وإيه دخل محمد صلاح في القصة دي دلوقتي؟ هقولك. حب الناس للاعب الكرة المتميز جدا محمد صلاح ظاهرة تستحق الوقوف عندها. هو مش حب طبيعي من جمهور للاعب كرة قدم موهوب، اللاعبين الموهوبين كتير، ومش سببه بس مهارته وأخلاقه وتدينه، الموضوع تخطى ده فعلا. الناس حبت الفريق اللي بيلعب فيه صلاح وشجعته، ولما اتنقل لفريق تاني حبوا الفريق التاني وشجعوه برضه، ولو اتنقل لفريق تالت هيقفوا معاه ضد الفريقين الأولانيين. الناس بتفرح لفرحة محمد صلاح وتحزن لحزنه وتتألم لألمه، عاوزينه يلعب كل ماتش وعاوزينه يجيب جول و2 و3 في كل مباراة. الأمهات بتدعيله زي ما يكون ابنها، والأطفال بيعشقوه زي ما يكون سوبرمان. الجمهور بيقف معاه في أي أزمة وبيدافع عنه في كل شدة زي ما يكون حتة من كل واحد فيهم. أيوة، هو ده محمد صلاح، حتة من كل واحد فينا، وبيملى جزء داخلي عميق في نفس كل واحد مننا. احنا نقدر نشوف حب الناس لمحمد صلاح بناء على الكلام السابق. حبنا لمحمد صلاح ليه علاقة بالثلاث احتياجات دول. محمد صلاح خلاك متشاف لأنه خلى مصر متشافة وخلى العرب كلهم متشافين. هو كمان مثل جيد وقدوة متفردة في نجاحه وبساطته وتواضعه وإصراره. والأهم من كل ده إنه كمان واحد مننا، شبهنا زينا، بدأ من الصفر وتعب وكافح بمنتهى العزيمة والإخلاص لغاية ما وصل للي هو فيه دلوقتي. محمد صلاح بيشبع أهم 3 احتياجات نفسية جوانا: الشوفان والتمجيد والتوأمة. بيساعدنا نجبر كسور نفسنا، بيقرب الأمل مننا، بيجمعنا ويدوب المسافات النفسية بينا من دون قصد أو نية أو تعمد، فقط بكل تلقائية وعفوية. ودي عبقريته اللي ربنا حباه بيها
زي ما حباه بحاجات تانية أنا معرفهاش كلها ساهمت في عشقنا الاستثنائي ليه. واحد بس يقدر يخلي جروح نفسك تلتئم وتصدعات روحك تترمم. شوف بقى الست إليسا بتقول إيه في أغنيتها الجميلة حالة حب، علشان تعرف قد إيه الفن سابق العلم والإبداع سابق البحث. سيبني أسرح فيك شوية وانسى أيام ضاعوا مني، نفسي عمري يعدي بيا وانت بعينيك دول حاضني، الشوفان وانا جنبك شايفة منك حاجة من ريحة أبويا، التقديس، حب الدنيا دي جواك ومعاك شايفة حنية أخويا، التوأمة. آدي يا سيدي التلات احتياجات بكل بساطة: عيون تشوفك وتحضنك، وحد فيه ريحة الأب، وونس وأخوة وحنية. ونقعد احنا ندرس ونتعلم ونحط نظريات ويجي الفن في جملتين غنائيتين يلخص كل حاجة. الاحتياجات دي لو أشبعت وتمت تلبيتها في الطفولة هيطلع لنا إنسان بيحب نفسه وواثق فيها ومصدق إنه يستاهل، شخص مش محتاج موافقة من حد علشان يحس إنه موجود، ولا إذن من حد علشان يحس إنه مقبول. وده مش معناه إطلاقاً إن الاحتياجات دي هتختفي بعد كده، بالعكس هي هتفضل موجودة بس بشكل كبير وناضج وغير مؤذي زي ما وضحنا قبل كده. أما لو لم تشبع الاحتياجات دي في الطفولة ولم تلبى بشكل كافي، فالنتيجة هتكون إنسان نرجسي مريض مغرور فارغ النفس منتفخ الذات اضطر يملى ثقوب نفسه بالهوى، بيحاول يثبت بكل طريقة إنه مهم ويستخدم أي حد لصالحه بمنتهى الأنانية، حد بيدور على التصفيق عمال على بطال علشان يرضي طمعه للشوفان، وبيتملق الآخرين بكل شكل علشان يرضي نهمه للتقديس، ويستخدم غيره لحساب نفسه علشان يرضي شرهه للمصاحبة. يعني يحاول إشباع الاحتياجات نفسها بس بشكل مرضي ومؤذي وأحيانا مدمر، أو تكون النتيجة مجموعة أخرى من الأمراض النفسية زي الاكتئاب والقلق وبعض اضطرابات الشخصية وحتى الفصام. يبقى عندنا 3 احتياجات أساسية ممكن يكملونا وممكن يبهدلونا، من غيرهم بتبقى شخصيتك مفككة مهلهلة، وبيهم بتبقى موجود ومتقدر ووجودك فارق. بالمناسبة، هو أنت حاسس إنك موجود ومتقدر ووجودك فارق؟